طبختي الأساسية اليوم اللي هي شاكرية، أو بلبنان يسموها لبن أمه. طبعا الشاكرية عبارة عن لبن ولحم فقط لا غير. ناس طريقتها، كل ناس لها طريقة فيها. أنا قاعدة أسوي طريقة أمي الله يرحمها، واليوم تحديدا بالضبط طريقة أمي الله يرحمها. تحط شوية كركم على البصل لما تحمسها حقة اللبن. أنا ما أحط عادة، بس اليوم حطيت شوية كركم عشان خاطر منور تحبها نفس طريقة أمي بالكركم. اللبن أغليه الحال مع مقدار النشا حقي، بحط لكم المقدار. البصلة حمستها بشوية زيت نباتي، وحطيت عليها اللحم المسلوق. طبعا إذا اللحم كبار تحتاج إلى سلق قبل، إذا اللحم صغير تحمسوه فقط وتحطوا عليه شوية موية مع البصل يستوي، بعدين تضيفوا عليه اللبن. أنا عندي اللحم عشان بعظم سلقته أول، والحين قاعدة أحمسه مع البصلة لين تستوي. المهم الحين قاعدة أحمس زي ما أقول لكم مع البصلة لين يستوي البصل. طبعا اللحم مسلوق تقريبا مستوي خلاص، لأنه ما ياخذ طبخ وقت طويل مع اللبن على النار، فما نحتاج إن احنا نخليه مو مستوي، لازم يكون مستوي أفضل. بالذات إن اللحم بعظم يعني يحتاج إلى وقت، ما راح يستوي مع اللبن بسهولة، مو زي المنسف طبعا. المهم اللبن عندي على النار يغلي. الحين شوي بس أحمس البصل مع اللحم وأتأكد إنه البصل استوى تقريبا، أضيف عليه اللبن وأرجع لكم إن شاء الله. الشاكرية تقريبا خلصت، شوفوا ما تاخذ وقت طويل على فكرة إذا اللحم مسلوق. هذا قوام اللبن جميل جدا. طبعا اللون الأصفر هذا أنا جديد علي، زي ما قلت لكم أمي الله يرحمها تحط كركم أو عصفر أحيانا في اللبن، بس أنا ما أحطه، بس اليوم حطيته بس عشان خاطر منور مشتهيتها بالضبط على طريقة أمي الله يرحمها. مع أن منور تفضلها على الدجاج، بس قلت لها معلش اليوم خليها بيني وبينك، أنا أحبها على اللحم وهي تحبها على الدجاج، هي تحبها بالكركم أنا أحبها بدون، فقلت لها الكركم علشانك واللحم علشاني، ووافقت ما قالت شيء. هي يهمها اللبن أكثر شيء عموما، أكثر من اللحوم. وبالعافية عليهم حبايبي. وهذه الشاكرية خلصت، حطينا الرز عندنا بالزبدية وقلبناه. طبعا لا يغركم اللون الأسود، هذا فلفل أسود، أنا أعشق الفلفل الأسود الحار، عموما أعشق الفلفل يعني، بس الفلفل الأسود أحبه مع الشاكرية مع المنسف مع الرز بالشعرية، عموما أحبه. ولازم يتزين عندنا بلوز بسنوبر بأي شيء يعني، الرز مو أساسي بس ألذ يعني. وهذه شوربتنا صارت جاهزة ما شاء الله تبارك الرحمن، ريحتها تاخذ العقل. شويات بعد ما أتغدى أحط لكم المقادير بالضبط للبن.